السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عايز أقول معلومة جديدة اتقالت في كل الكتب الطبية، اسمها تغيير نمط الحياة، لايف ستايل موديفيكيشن. ازاي تخلي نمط حياتك يمنعك من انك تعيا او يجيلك سكر او ضغط او قلب. كنت في زيارة كده منزلية لأحد أصدقائي المقربين ليا من اليمن، فقابلت الحاج محجوب، راجل من قبائل اليمن، من الجبل، من تعز، ساكن في حتة فوق الجبل زي 70 دور، عنده ما شاء الله 70 سنة. هنتكلم معاه شوية ونشوف نظام حياته عامل ازاي هناك، ونشوف ايه الأمراض اللي عنده. بفضل الله رب العالمين لما قابلته الضغط بتاعه 120/80، ما عندوش سكر، السكر مظبوط جدا رغم ان عنده ما شاء الله 70 سنة. ضربات قلبه 60 دقة في الدقيقة، الكوليسترول 100، الدهون الضارة 60، مفيش ضربات قلبه 60 في الدقيقة زي ما بقول، الضغط مظبوط جدا، ما بينهكش، بيطلع السلم الدنيا. فعايزين نشوف تغيير نمط الحياه. انا بقى بنهج اما اطلع دورين ولا حاجه. ازيك يا حاج محمود، عامل ايه؟ الحمد لله، اتشرفنا بيك ومبسوطين جدا بيك. الاول انت قلت لي معلومه كده على السمنه البلدي، وانا بتكلم معاك بيني وبينك قلت لي عليها كده، مش عارف، قولها لي بقى تاني كده عشان الناس تستفيد منها. اقول لك السمنه البلدي يقال في الطب انها مرطب موسع للشرايين. يا سلام. حسب ما نسمع من طب انت علماء الطب. طب انت حياتك عامله ازاي؟ يعني بتاكل ايه؟ انت قولها لي تاني كده زي ما كنت بتقولها لي. على السمنه البلدي. انت بتاكل سمنه بلدي؟ الزيوت لا توصل علينا. ما بتاكلش ليه زيوت؟ طيب لا، انا اللي اعرفه ان السمنه البلدي مضره، والافضل زيت مثلا الذره. لا، زيت الذره احنا مجربينه اذا رشينه على حشرات ان الحشرات تموت كيف الانسان. في اليمن عندكم كده؟ في اليمن عندنا. يا سلام. والناس اكلين منها وما في ماشي الحال. لكن في ناس الذي متقربين لها وشايفينها ما ياكلوش عليها. ما ياكلوش الزيوت. ما ياكلوش الزيوت. فهمت حضرتك، تمام. واحنا ناكل من السمن البلدي من البقر الذي نصنعه بيدينا، ما مش مسوى بايديك بيدنا من بقرتنا من بيتنا. من بيتنا، فبتعمله طبيعي. فهمتك، تمام، ممتاز. قول لي تاني، انت نمط حياتك ازاي؟ انت كنت قلت لي في فيديو سابق انك تطلع كذا دور سلم او كذا في جبل، عامل ازاي الجبل ده؟ جبل مرتفع، نطلع ساكن انا في الجبل، ساكن فوق، والارض تعرف ان الارض ما تجيش في الجبال، تجي في الارض المنبسطه في الارض. تمام. فتضطر انك تطلع وتنزل الجبل. تمام. الجبل ده كام دور عماره مثلا؟ يعني لو كنا بالعماره بيكون اكثر من البرج هذا بكثير. اكثر من برج؟ اكثر من البرج، اكثر من. احنا قاعدين في برج على النيل بالمناسبه، فتقريبا البرج اللي هو يقصده هذا 4 مرات مو الجبل. بتقول ايه؟ هذا 4 مرات. قد البرج ده 4 مرات تقريبا. طيب يعني حوالي مثلا 50 دور مثلا؟ لا، اكثر من 50 دور، اكثر من 100، اكثر من 150 دور. ياه. ده الجبل اللي انت بتطلعه؟ ايوه، نطلع ننزل. تطلعوا كم؟ تطلعوا مره مثلا في 4 مرات في اليوم، طلعوا ونزلوا، طلعوا تنزلوا الصباح وتطلع في الظهر، تنزل بالعصر وتطلع المغرب. يا سلام. تطلعوا تنزلوا في مثلا اسانسير ولا سلم ولا على رجلك؟ ماشي على الرجل. على رجلك، ما شاء الله. طب تتعب اما تطلعوا؟ احيانا يكون انا تحصل نهجان، ضيق في التنفس شوي. ده امتى؟ في اول الجبل؟ في اخر الجبل لما تكون قد واصل على البيت. في اخر الجبل عند البيت، يعني في الدور رقم 80 مثلا. الدور 100. الدور تنهك شويه، لكن ما تحسش مثلا بألم في الصدر كده مثلا؟ مفيش. او مثلا دقات قلبك تك تك ولا دقات قلب ولا الام ولا، بس تحس انك يعني ضيق تنفس. انت سن حضرتك كم سنه؟ 70 سنه. 70 سنه. الحمد لله. ما عندكش سكر الحمد لله، وضغطك كويس، اما اسنان حتى 120/80، وضربات قلبك مظبوطه كله تمام، 60 دقه في الدقيقه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الكوليسترول، عملنا تحليل الكوليسترول، شفنا لقيت الكوليسترول اقل من 100، والدهون الضاره 60. كانه بياخد دواء كوليسترول. ما تاخدش دواء كوليسترول؟ من فضل ربي ما تاخدش دواء كوليسترول، هو نازل كده لوحده ابدا. يمكن عشان المجهود بقى اللي بتعمله. طيب في دقيقه كده احكي لنا عن يوم حضرتك عامل ازاي من اول ما تصحى. انت بتصحى امتى؟ بصحى الساعه 5 الصباح، صلاة الصبح. صلاة الفجر. صلاة الفجر. حلو. المسجد نصلي. جلست قريت لك شوية بعد الصلاة. وشرقت الشمس، خرجت، فطرت وخرجت على عملك. كويس. تفطر زراعي. ايه؟ تفطر ايه؟ شوية لبن؟ لبن وخبز. لبن وخبز. حليب برضو من بيتي؟ من البقر. من البقر. وتنزل الشغل تعمل ايه بقى؟ مزارع. تنزل تزارع. لين الظهر تطلع على الغداء، تغديت وصليت الظهر ورجعت نمت الى العصر، صليت العصر خرجت مزارع. تمام. الى المغرب. مزارع بقى واكسجين وهواء نظيف بقى. الحمد لله. وحاجات صح. ورعي بقى غنم وحركه. غنم وبقر وطلعوا ونزلوا وتجري وهذا وسلهته. وبعدين بالليل الساعة 10 11 نوم خلاص. لا الصلاة.
يعني بتنام هذا بعد النمط اليومي. يعني تنام امتى؟ بعد المغرب من أو بعد العشاء؟ من 10 الى 11 يعني بالكثير. بالكثير قوي 11. بالكثير يعني ما تسهر الا نادر اذا كان يعني لضروره تسهر لك للساعه 12 واحد، لكن اذا ضروره. لكن المعتاد الساعه 10 11 لك كثرت. الساعه 10 أيوة. تنام مثلا وتصحى الفجر يعني وصاحي فايق وكويس ومبسوط. صلاة الصبح هذا قدر شيء لابد منه، مش انا وغيري في القريه لابد منه. في القريه هناك في اليمن في كده هذا. في تعز. إيه. طيب والعشاء تتعشى ايه قبل ما تنام؟ عشاء تقيل؟ اي حاجه خفيفه. اي حاجه خفيفه زي ايه كده؟ خبز وشاهي وهذا قسم الدين الشيء. شويه شاي، شويه لبن، شويه خبز، شويه زبادي. لا اما الإدام هذا منسوب بالظهر. الغداء تاكل بقى إدام مثلا إدام طعمية وكوسة وبتنجان وهذا بشكل تمام. وحركة واستراحة. مفيش سيارة مثلا تركب سيارة تروح؟ سيارة إذا كنت رايح إلى محلات آخر. لكن البلد داخل المنطقة. يعني لو بالتقريب تمشي في اليوم كام كيلو؟ تقريبا مش أقل من 5 6 كيلو. 50 60 كيلو متر؟ 5 كيلو 6 كيلو. 5 6 كيلو؟ أيوة. في اليوم؟ في اليوم. مسطح ولا جبل؟ مسطح، والجبل من ضمنها. لما طلع الجبل كان حوالي أكثر من ربع كيلو تطلع. طلعت الجبل. طلعت الجبل. تمام. ممكن يوصل يتهيألي أكثر. قد إيه يا محمد يا عصام؟ كيلو الجبل؟ كيلو في ارتفاع. كيلو او اكتر. ما انت بتقول لي زي العماره دي يطلع كيلو 1000 متر اكثر كثير بهذه اكثر منها بهذا وكثير. تعز اصلا منطقه جبليه كل اليمن منطقه جبل كله جبليه. تمام ممتاز. كلها يا دكتور يعني انت بس ساحليا. انت لما تكون قارن نفسك لما تكون راس البرج هذا كون الارض حقك بالسكه. وشوف من فين تنزل عندها وتطلع لعندها وترجع. بعدين طريق وعيره ما هي من ارتفاع من البرج ده لحد الارض تحت. احنا في الدور السابع، وتقريبا البرج اللي قدامنا ده حوالي 16 او 17 دور في المنيل على البحر. فيعني صح تقريبا كده يطلع حوالي كده. وتطلعها في اليوم 4 مرات. يعني تطلع تبكر الصباح نزلت، الظهر طلع، العصر نزلت، المغرب طلع. هذا وهذا عاد في الايام العاديه قد يجي عارض. قد تنزل 4 مرات 5 مرات 6 مرات تروح وتجي. وطالع لوحدك ولا شايل حاجه؟ تشيل حاجات اذا معك حاجه تشيلها. اذا في محلات دكاكين وهذا على طلع معك تشيل وتطلع. يقول له طلع للبهائم يطلعوا النسوان متحملين على رؤوسهم طلع يطلعوا برضو النساء كده. تمام. بتحمل الحشائش والله من الارض. تمام يطلعوا. تمام. سبحان الله. ما يبانش انت عليك 70 سنه يا حاج. الحمد لله. اكثر. انت اكثر من 70 كم؟ ما شاء الله ربنا يديك الصحه. انا لو طلعنا 5 6 ادوار في عماره بننهج يا عم النبي. فيعني عايز اقول ان يعني لما اتعامل على حاجه امس طلعت هنا 7 ادوار. اما الاسانسير كان عطلان امبارح طلعت ال7 عادي. ما تعبتش الحمد لله. عادي بقى كانه ربع جبل. لا عاد لانه ما يساويش بالجبل. لولا راس البرج ما يساويش. طيب تمام يا جماعه. اللي عاوز اقوله في المعلومه دي ال8 أو 9 دقائق دول ان تغيير نمط الحياه اهم من الادويه. يعني مش عارف اديله دواء كوليسترول ولا لا، الكوليسترول اوريدي قليل. مش عارف اديله دواء ضغط ولا لا، ضغطه 120 80. اي واحد عنده 50 60 سنه بكتب له دواء ضغط ودواء كوليسترول واسبرين، وضربات قلبه بتبقى 80 90 دقه في الدقيقه اكتب له كونكور او دواء يبطئ ضربات القلب. هو ما شاء الله ضربات قلبه 60 من غير دواء، ضغطه 120 80 من غير دواء، الكوليسترول في الارض من غير دواء. مش عارف حتى اكتب له اسبرين ولا لا. ده قاعد معاه في زياره بنصحه ياخد دواء ايه، فلقيت ان انا اللي المفروض اخد دواء اصلا يعني. ربنا يديك الصحه يا رب يا راجل يا طيب. ربنا يكرمك. لو بتدي نصيحه بقى اخيره كده للشباب او للناس اللي عندهم مثلا مشاكل في الدهون، مشاكل في الضغط، مشاكل في السكر. المشي والمحافظه على الاكل في اوقات تكون محدده. الصباح والظهر بالليل. ما ياكلش كل ساعه اكل له حاجه ويشتي ونايم يجيب لهم بعدين. ايوه صح. انت حتى ما تخنتش عمرك، وزنك ما زادش، وزنك دايما كده. وزني 55 كيلو من يوم ما عرفت نفسي. يا سلام ما شاء الله. من يوم ما عمري 23 سنه الى الان وانا وزني 55 كيلو. ما شاء الله. لا ينزل ولا يطلع. ومجهودك زمان زي دلوقتي ولا بدات تعجز وتتعب ولا عادي؟ الاول كان اكثر من الحين. كان اكثر بس دلوقتي برضه هو ما شاء الله تطلع 7 ادوار عادي. الحمد لله. عاد انا مشيت دحين انا ادور القاهره كلها ما فيش عليها. تمشيها
ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يكرمك ويبارك فيك، ربنا يديك الصحه يا رب، ربنا يكرمك. الله يحفظك. انا سعيد جدا بلقاء الحاج محجوب، سعيد جدا بلقائك والله العظيم، مبسوط جدا 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 جدا. سلمك الله. ربنا يكرمك ويبارك فيك. الله يحفظك. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم. تغيير نمط الحياه بالمناسبه، لما اتعمل قسطره في القاهره هنا للحاج محجوب لقوا ان شرايينه سليمه 100%. واحد تاني سنه 40 سنه شرايينه بتبقى نصها مسدود للاسف، ولو غير نمط حياته الدنيا بتظبط. فدي المهمه، انا هسمي الفيديو ده تغيير نمط الحياه وسيله لعلاج القلب. جزاكم الله كل خير، تحياتي ليكم دكتور رامي اسماعيل، في امان الله، مع السلامه.